بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي متابعين مطبخ قمر السيد، النهارده معانا وصفة سهلة واقتصادية وجامعة بين، يعني هي مش جامعة، هي كده على طول. هي بقى نمشي من فات قديم وتاه. هعمل النهارده حيران على الأكل، مش عارفة أعمل إيه. فطق في دماغي إن أنا أعمل فطير فلاحي بتاعنا بأسهل مكونات. مع الدقيق، مكوناتنا بقى اللي هي العجن، الدقيق وميه وشويه ملح ومعلقه سكر واحده بس، ولا اكتر ولا اقل. معايا بقى الحشو، هو ما هو الا زبده. دي زبده جاموسي على فكره، بس انا كنت مبططاها في الفريزر عشان المكان، فمطلعاها كده متلجه ومكسره، لان ما كانش في بالي ان انا اعمل اساسا فطير النهارده. ومعايا كمان إيه حوالي 200 جرام زبدة نيوزيلندي. بس يلا نعجن. دولت حوالي كيلو ونص دقيق، لان انا هاخد بس حوالي كيلو منه اعمل فطيرتين اتنين بس، ولا اكتر ولا اقل. وجزء كده بنتي عايزاه. معايا هنا شعرة ملح اهي حوالي نص معلقة شاي. معايا هنا شوية سكر، هاخد حوالي معلقة مش كتير لان احنا فطرنا بلدي. معايا هنا بقى مية اهيت. بسم الله. انا هحط الميه على حسب الطلب، في دقيق ياخد ميه كتير وفي دقيق ما ياخد ميه قليل، فهنشتغل كل واحد عارف نوع الدقيق اللي هو بيجيبه، ويشتغل على حسب الطلب، على حسب ما يحتاج الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا كده بقى انا خلصتها عجن في العجانه، طلعتها سبتها كده حوالي 10 دقايق ترتاح شويه، بس انا عشان وقت الفيديو ما حبيتش اطول عليها واجيب كل المقاطع. هنا بقى هجيب الصينيه كده ادهنها زيت. انت هتجيب صوت توقف. ماشي كده هبدأ اقطعه لقطع اهي. انا مش حاطه له اي حاجه غير ان عجناه بميه بملح بس. انا مش هكبر علشان خاطر انا فرن بوتاجاز، مش فرن فلاحي او فرن غاز. انا العجينه ملمسها ناعم وجميل جدا 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 يعني. هنا انا سيحت الزبده بتاعت البيضه اللي هي الفلاحي، اللي هي الجاموسي يعني بمعنى صح، مع السمنه الزيرندي الاثنين مع بعض. وحط هنا شويه بيكنج باودر عشان يورق لي الفطير اهو بالشكل ده. واحط كمان معلقه دقيق، معلقه واحده بس، اغيبها كده مع زي البيكنج باودر قيمه معلقه اكل كبيره يعني. حوالي كده 200 جرام قشطه. القشطه دي بصراحه يعني انا شايلاها من على وش اللبن، مش عندنا قشطه اللي هي انا مثلا اللي بشتريها من الفلاحين مثلا. افصليها. لا مكتر. هنا بقى انا هزود معلقتين زبده على القشطه بس كده وخلاص، عشان خاطر ابقى ادهن بيها يعني تبقى سهله الدهن، لان بس يعني هدهن بيها الوش بس دهنه بسيطه عشان تديني لون كويس، لون وريحه طبعا. احنا كنا زمان كنا بنعمله بنحط القشطه دي في وسط الفطير، كنا بنزود بيه الفطير كله ايام بقى. يلا بقى ايام كان الله يرحمها. انا هنا حطيت زيت، مسحت الصينيه بزيت، معلش انا اسفه ما قلتش الحته دي، مسحت الصينيه بزيت وهبطط عليها.
ده فطرنا الاصل يا جماعه، بتاع الفلاحين، اصل الفلاحين اللي هم من الفلاحين بقى، لو شافوني هيعرفوا الكلام ده. انا اعذروني بقى ان انا مشمره عشان مش عارفه اشتغل الا كده، لان العصا كلها دهون. سهل خالص بكل سهوله. انا بعرفش ابططل على صينيه، حتى لو قدامي رخامه ايه هي صينيه، زي ما والدتي الله يمسيها بالخير هي واهالينا كلهم والله كانوا بيعملوا كده. مش لازم تشغل الفيديو كله يا احمد. ده بقى شكلها بعد ما فردتها، هي اتقطعت مني شويه بس مش مشكله، ما فيش اي مشكله بالنسبه للقطع ده. هنا كده هنزل بكميه زبده مش كتيره، لان لسه كل الطبقات هحط فيها طبعا بالشكل ده. هنا بقى يا جماعه انا كده خلصت الكميه كلها. معايا كده عملت لي 4 فطاير، كان معايا 2 كيلو دقيق، عملوا لي 4 فطاير. اروح بقى احطها واحده منها في صاج وارجع لكم تاني. ادي كده معايا اول واحده اللي بدات بيها، هعملها كده. برافو. طبعا انا نفسي اشيلها على ايديا، بس انا مش عارفه برضو لسه قد ايه، ده اول مره استعمله في كتير. انا برضو هحاول اشيلها واجرب برضو حظي، اشوفها معايا على شكل ايه. طبعا اللي بيعرف يعمل الحركه دي الرح ده يعمله، واللي ما بيعرفش يعمله ما يعملهوش، يفرد بس. سوي الحروف كده بحيث ايه ما تبقاش تخينه، تبقى بالشكل ده. احاول ما اخليش فيها حته عاليه وحته واطيه، احاول اخليها كلها بسوا بعضها. هنا بقى معايا ايه القشطه بتاعتي اللي هي بالزبده، معلقتين زيت، دي بس عشان ايه الوش، اسمه الوك الوش. وده كده احاول ايه اوزعها كده
المساحه كلها. طبعا هدخلها على نار الاول، سخن الفرن وادخلها الاول على نار عاليه. اول ما تبدا تاخد ارتفاع وطي عليها النار، خليها نار متوسطه طبعا، واتابع ايه السوا معايا. سويها كده وارجع لكم. البلد ملوكا بسرعه ايديا. تعالوا لي بقى، تعالوا لي، تعالوا لي. ادي كده بقى ايه، فطرنا اهوت بعد ما خلصنا اهو. اهو جمال وحلاوه على عينك يا تاجر، شغل فاخر من الاخر، مش عايز كلام، الشغل بيتكلم عن نفسه. تعالى لي بقى كده كده، تعالى بالكاميرا بقى كده، تعالى بقى عشان نشوف الورقات بقى بتاع الفطير. تعالى لي، تعالى لي بقى، عايزاكم بقى تعدوا معايا بقى. لا ده انت تجيب الكاميرا وتيجي علشان خاطر يبان. اهو اهو، وادي اهو. طبعا انا مش عايزه اقطع بايدي عشان خاطر ما بهدلش، عشان في ناس قاعدين مستنيني وبيتخانقوا. تعالوا لي بقى كده، شوفوا بقى الطبقات وشوفوا رقه الطبقات اهي اهي اهي. طبعا دي رقيقه شويه عن التانيه، خطيره. والله العظيم، والله العظيم انا بشكر في نفسي فعلا، تسلم ايديا، طعم وريحه. هنا بقى معايا عسل نحل، تعالى بالقمر هنا. هنا معايا عسل نحل وعسل اسود. عسل نحل ده عسل مناحلنا، وادي جبنه زرعتي، وادي شاي. ودي احلى اكله في الدنيا، مش عايزه كلام بقى. لا تقولي لي بقى لا فراخ ولا سمك ولا بط ولا حمام ولا اشي ولا اشي، هو ده اخر حاجه. يا رب اكون فدتكم النهارده وقدمت لكم كده فيديو كويس. الحمد لله، فكره كويسه في الايام اللي احنا فيها الصعبه ديت. ممكن يعني مثلا لو عملت فطيرتين مثلا، او جنب حبه عسل، او جنب حبه جبنه حادقه قديمه مثلا، قديمه احنا عندنا بنقول حادقه، هتعدي يومك في الغلا اللي احنا فيه ده، وهتبقى اكله جميله وهينبسطوا وهيبقوا زي الفل. اشوفكم بقى في فيديو جديد بقى، ما تنسوش لايك واشتراك.